قدم باريس سان جيرمان عرضا جديدا لكيليان إمبابي نجم الفريق لإقناعه بالتجديد والبقاء في حديقة الأمراء، حيث ينتهي عقد إمبابي في صيف 2024 مع إمكانية التمديد لموسم آخر. لكن النجم الفرنسي أبلغ سان جيرمان بشكل رسمي بأنه لن يستخدم هذا البند. ووفقا لبرنامج الشيرونغيتو الإسباني، فقد قدم سان جيرمان عقدا لإمبابي حتى 2027 يضمن للنجم الفرنسي الحصول على 500 مليون يورو. وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هذا المبلغ ينقسم إلى 100 مليون يورو مكافأة توقيع، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 100 مليون يورو. وذكر الشيرونغيتو أن ريال مدريد لن يقوم بأي تحرك في صفقة إمبابي إذا لم يتخذ باريس سان جيرمان الخطوة الأولى للاستغناء عن النجم الفرنسي. وأوضح أن عرض باريس بمثابة محاولة أخيرة للاحتفاظ بخدمات إمبابي، وإذا لم يقبل كيليان سيبدأ السيناريو الجديد لاقترابه من ريال مدريد. وأشار الصحفي الإسباني توماس غونزاليس مارتين من شبكة ABC عبر حسابه الرسمي على تويتر إلى أن إمبابي رفض عرض باريس سان جيرمان بالفعل، حيث أكد الصحفي الإسباني أن ريال مدريد بدأ في التحرك نحو إمبابي من أجل ضمه هذا الصيف. وذكر أن باريس سان جيرمان لا ينوي التفريط في خدمات إمبابي بأقل من 250 مليون يورو إلى جانب 50 مليون يورو كإضافات ومتغيرات، ما لن يعجب ريال مدريد. وينوي ريال مدريد تقديم عرض ب200 مليون يورو إلى جانب 20 مليون يورو كإضافات ومتغيرات. ويثق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في قدرته على حسم صفقة إمبابي هذا الصيف بعد سنوات من المحاولات التي بدأت منذ ظهور اللاعب رفقة موناكو في 2017.